هنبدأ فيلمنا مع جينا وهي بتمارس هوايتها المفضلة واللي هي التصوير. وبتكون جينا منقطعة عن الناس بقالها 3 سنين بسبب ان خطيبها جيمي مات في حادثة، وفضلت طول الفترة دي بتتعالج عند دكتور نفسي. وبتجيلها رينيه صاحبتها من ايام الطفولة وبتعزمها انها تروح معاها رحلة على جزيرة مليانة مناظر طبيعية، وبتوافق جينا. وبعد كده رينيه بتعرف جينا على حبيبها ميكا وصاحبه ايان، وبيبان على ايان انه معجب بجينا، بس جينا مش بتهتم وبتسألهم على مكان الشنط بتاعتها علشان ميعاد الدواء بتاعها. فبيقول لها ان الشنط اخدها العم واد صاحب البيت اللي هيقعدوا فيه، وبيركبوا كلهم مركب علشان يوصلوا لبيت واد. ولما بيوصلوا بيلاقوه مستنيهم وبيعزمهم على مشروب وبيقعد يتكلم معاهم، وبيقول لهم انه حجز لهم في حفله هتتعمل بالليل وانهم يقضوا يومهم. وبالليل تطلع جينا علشان تشوف الدواء بتاعها، بس بتتردد انها تاخده وبتقرر انها تواجه الحياه وما تاخدش الدواء طول الرحله. ولما بتنزل يكون ميكال ورينيه طلعوا علشان يناموا، وايان بيعمل العشاء فبتساعده جينا. لما بيقعدوا يتعشوا مع بعض بيفضل ايان يتكلم عن نفسه وعن دراسته علشان يلفت انتباه جينا. وبعد كده ويد بيمشي علشان يروح لاصحابه وبيسيب لهم البيت، وبيقترح ميكال انهم ينزلوا يجربوا الساونا اللي عملها ويد. فبيوافقوا كلهم وبيطلعوا يغيروا هدومهم، وبتكون جينا متردده انها تاخد الدواء بس بتسيبه. وبيكون ميكال وايان ورينيه دخلوا الساونا، وبيقول لهم ايان انه اعجب بجينا وعاوز يكلمها، بس رينيه بتحكي له عن جيمي خطيبها وانها رافضه الارتباط دلوقتي تماما. في الوقت ده بتكون جينا وصلت لأوضة الساونا بس بتفكر ترجع للأوضة علشان تاخد الدواء، بس بيطلع ايان علشان ينادي عليها وبتدخل معاه. وبيكونوا كلهم مش مستحملين درجة حرارة الأوضة، وبعد دقيقتين مش بيقدروا يستحملوا السخونة وبيطلعوا علشان ينزلوا المية. ولما بيخرجوا منها بيكونوا سقعانين جدا وبيرجعوا الساونا تاني، وبيكرروا ده اكتر من مره لحد ما في مره بيكون ميكال تقل في الشرب شويه وكان بيتحرش برينيه، فبيتزعق له رينيه بسبب انها زهقت من تصرفاته وبتدخل الساونا وبتقفل الباب. وفي الوقت ده بيروح ميكال علشان ينام على الكنبه اللي في الدور الاول، بس بيخبط في سلم وبيقع قصاد باب الساونا. في الوقت ده بتكون رينيه منهارة من اللي بيعمله ميكال وبتقول لهم انها مش اول مره وانها حذرته اكتر من مره في حكايه الشرب دي، بس هو مش بيسمع كلامها. وبتقول لهم انها تنفصل عنه، فبتحاول جينا تهديها وبيقول لها ايان انها تطلع علشان تعدي اعصابها، بس لما بييجوا يفتحوا الباب مش بيفتح علشان السلم سادد الباب. وبيفضلوا يندهوا على ميكل علشان فاكرينه مقلب من مقلبه، بس ميكل بيكون تحت تأثير المخدرات اللي شربها. وحتى لما بيفوق مش بيفتكر ان اصحابه في الساونا وبيفتكرهم راحوا الحفله، فبيلبس وبيروح الحفله. ولما بيوصل الامن مش بيرضى يدخله علشان مش معاه تذكره، فبيفتكر ان اصحابه دخلوا الحفله من غيره فبيتضايق وبيرجع البيت وبيكمل شرب. في الوقت ده بيكون اجسامهم بدأت تجف من كتر الحراره، وبيقول ايان يفضلوا يشربوا ميه علشان يحافظوا على رطوبه جسمهم. وبتكون جينا ورينيه خايفين بسبب ان جينا ما اخدتش الدواء بتاعها وبدات تتوتر. وبيكون ويد مع اصحابه بيصطادوا وبيسيب البيت بتاعه لايان واصحابه علشان ياخدوا راحتهم فيه، وهو هيرجع البيت متاخر. في الوقت ده بتكون رينيه فقدت اعصابها بسبب انها خايفه تموت من الحر، وبيفكر ايان ازاي يقدر يقلل من درجه حراره الاوضه، بس رينيه مش بتستناه وبتبدا انها تكسر في الجزاز بتاع الباب بس مش بتقدر. وساعتها ايان بيلف فوطه على ايده وبيطلع حجر من الموجودين وبيبدا يكسر في الجزاز لحد ما بيجرح ايده، بس بيقدر يكسر الجزاز اللي على الباب وبيبدا الهواء يدخل الاوضه. وبيفكر ايسن انه يلاقي طريقه علشان يخرجوا من الاوضه، فبيربط حجر في الفوطه علشان يقدر يعدي السلم، بس مش بيعرف لانه الفتحه صغيره. وبتحاول رينيه انها تبوظ منظم الحراره علشان الحراره ما تزيدش، بس بتمنعها جينا لان الحراره ممكن تزيد على الاخر. وساعتها بتتريق عليها رينيه وبتقول لها انها مش هاممها انها تموت علشان تبقى مع حبيبها، فبتتضايق منها جينا. بس قبل ما ترد عليها بتيجي فكره لايان انه يفصل الدايره الكهربائيه عن المكان علشان السخان ما يشتغلش، ولما بيعمل كده بيتكهرب وبيقع مغمى عليه. وبتحاول جينا تلحقه وتعمل له اسعافات اوليه، وبعد شويه بيسمعوا صوت الكلب بتاع ويد فبيحاولوا يندهوا عليه علشان يجيب لهم حد ينقذهم. فبيروح بوه وبيجيب ميكل بس مش بيسمع ايان وهو بينده عليه بسبب الالعاب الناريه، فبيجري بوه على ويد علشان يجيبه بس مش بيكون فاهمه وفاكر انه خايف من الالعاب الناريه. ولما بيوصل ويد البيت بيلاقي ميكل وبيساله هو قاعد لوحده ليه، فبيقول له ان الجماعه سابوه وراحوا الحفله من غيره. فبيتاسف له ويد على اللي عملوه اصحابه فيه وبياخدوا معاه علشان يسهروا مع بعض، وبيفضلوا يشربوا لحد ما ميكل بيتعب وبيروحوا البيت وبينام لانه سكران جدا. في الوقت ده بيكون كلهم تعبوا من الحراره، وبتحاول رينيه انها تكسر منظم الكهرباء، ولما بتمنعها جينا بتخبطها بحجر من غير ما تقصد وبتقع رينيه وبتبدا تنزف من دماغها. وبتترعب جينا لانها بتفتكر ان رينيه ماتت، وبتيجي لايان كريز الضحك وبيفضل يضحك على اللي بيحصل لحد ما بيتجنن، وبيروح للسخان وبيفضل يرج فيه لحد ما بينفجر في وشه، وبيكون الغاز ملا المكان وبيغمن على جين. وبتحلم ان باب الاوضه اتفتح وانها خرجت، بس بتسمع صوت رينيه وهي بتنده عليها، فبتفوق جينا من اللي هي فيه وبتروح لرينيه علشان تلحقها قبل ما تتخنق من الغاز، وبتعلق حته قماش في السقف
اللي قدام الباب وبتشبك ايد رينيه عليه علشان تتنفس الهواء اللي بيدخل من الباب، وبتروح علشان تحاول تسد مكان الغاز علشان ما يموتوش كلهم. واول ما بتسد مكان الغاز بيغمن عليها علشان بتكون اتنفست غاز كتير. في الوقت ده بيكون ويد رجع للبيت، بس لما بينزل تحت بيلاقي ان في كركبه في كل مكان، وبيتفاجئ لما بيشوف رينيه وهي متعلقه في اوضه الساونا، وبيفتكر انها انتحرت لحد ما بياخد باله من السلم اللي سادد الباب، وبيفتح الباب وبيخرجهم من جوه وبيطلب النجدة. وبيكون ايان للاسف مات علشان محدش لحقه، وبتيجي الشرطه تحقق في اللي حصل فبتقول لهم على كل حاجه. في الوقت ده بيكون ميكل فاق من اللي شربه وافتكر ان هو اللي وقع السلم، وبيفضل يلوم نفسه على اللي عمله وانه كان السبب في موت ايان اعز اصدقائه. وبتكون جينا مع رينيه في عربيه الاسعاف وبيمسكوا ايد بعض، وبتوعد رينيه صاحبتها انها تفضل معاها وان صداقتهم هتستمر على طول، وانها تقطع علاقتها بميكل اللي كان السبب في اللي حصل لهم، وانهم لولا ويد كانوا ماتوا زي ايان. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. ما تنساش اللايك والكومنت لو عجبك الفيلم. كان معاكم محمد نوبي.